السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم البنات متتبعاتي الغاليات، نرحب بكم ونرحب بالمشاهدين المشاهدات جداد، ونقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم اللي ولفتكم دائما بالوصفات الشابة بزاف. نتمنى يعجبكم لا فيديو تاع اليوم. نروحوا مع بعض نوجدوا حشا تاع واحد الضياف عزاز بزاف بزاف بزاف. نوجدوا لهم حشا. كنت وحدي في الكوزينه، دخلت ودرت المعركة غير وحدي اليوم، ما كانش يصرى اليوم في الكوزينه. الوغ البنات نبداها بالحريره، بديتها لكم بالحريره. كما راكم تشوفوا جبت القدره تاعي والخضره راها نقيه واجده تبارك الله. درنا فيها شويه دجاج، قلينا الدجاج شويه الزيت، قلينا شويه دجاج، البصل الثوم، درت فيها 2 حبات تاع اللفت والزروديه، وكما راكم تشوفوا البطاطا والطماطم والقزبر يا البنات. عفوا سمحوا لي على لافوا تاعي لا قريب يا البنات، والله لا راه البرد وراه الشتاء تبارك الله ما شاء الله، حنا نبغوا الشتاء تبارك الله، ولكن غير البرد هو اللي ضرنا. الله يشافينا ويعافينا، الله يشافي كل واحد مريض راه يشوف هاد لا فيديو. الوغ البنات كما راكم تشوفوا هنايا راني ندير في الحليله تاعي. انا كل خطره نشارك معكم طريقه، كل خطره ندير خضره معينه. هاد الخطره درت يعني الخضره غير اللي كانت كاينه في الدار، كما راكم تشوفوا بطاطا جزر اللفت، درت فيها اللفت هاد الخطره. نديرو الزعيطره، طماطم مصبره، طماطم تاع الحبه، شويه قزبر، اي خضره كانت عندك تقدري ديريها. والحريره هي زعما كي تبغي ديري حريره شابه يليق لها البصل والطماطم. البصل والطماطم كيكونوا بزاف الحريره تجي بنينه. هذه هي البنات كما راكم تشوفوا غير هذيك الخضره قليله قليتها مليح مليح، ودرت لها التوابل ملح، سكينجبير، كركم، زعفران، شويه قرفه، فلفل اسود طبعا، وشويه والكرويه ضروريه جدا في الحريره تاعنا، دائما نقولها لكم في الفيديو. الوغ حاجه سهله ماهله كما نقولوا بسيطه اقتصاديه. رمضان راه جاي ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والعافيه والهنا ان شاء الله. لو 11 مارس ان شاء الله، اول يوم رمضان ان شاء الله يدخل علينا وعليكم بالصحه والعافيه وطول العمر ان شاء الله. الوغ البنات الحريره تاع رمضان راها واحد الريحه في الكوزينه، نقول لكم جانا ضيف عزيز وغالي على صحاب الدار. الوغ قالت لي الوالده ديري لنا حشا خفيف ظريف الشباب ونقي وكما نقي حاجه شابه. كما راكم تشوفوا درنا فطور يعني حشا، عفوا حشا كما تاع الضياف، احنا معروفين الجزائريين الطبق نديروا الحريره والبوريك والزيتون وهذه سلطه ونزيدوا كاش حاجه. الوغ كما راكم تشوفوا هذا الدجاج غادي ندير به البوريك والزيتون، كنت جبته ديكونجلالي على جهه، راني منقيه الكوزينه دايره لابوبيل حاشاكم على جهه، وغادي نشارك معكم خليت الحريره تاعي طيب والزيتون فيضته 2 خطرات ولا 3 ودرت له الليم كما راكم تشوفوا. غادي نشارك معكم القزبر يا البنات، القزبر والمعنوس باش تستحافظي عليه الرمضان، باش تحافظي عليه في الكونجيلاتور باش يقعد لك مده شويه طويله. هي الحريره دائما نبغوا القزبر يكون جديد، يعني ديريه واجد ماشي تاع الكونجيلاتور، ولكن كي يقعد بزاف تحت في الفريجيزان كيطول يخسر. كاين اللي يديره في الماء ويديره في قرعه، وكاين اللي يديره في دوك الساشيات، كل واحد والطريقه تاعه. انا جبت لكم هذه التدبيره سهله ماهله. كي يكون عندك بزاف تاع القزبر ولا المعنوس تجيبيه تنقيه تشليه مليح تخليه يكثر وتقطعيه بهذه الطريقه وتفوتيه في الاشوار. الا ما كاش عندك الاشوار غير تقطعيه رقيق صغير، تقلعي له هذوك العيدان، ديري هذاك غير الورقات تاوعه تقطعيهم قطع صغيره بزاف 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 على اللوح تاعك. ولا كان عندك الاشوار تفوتيه في الاشوار تاني وديريه في العلبه تاعك وتخليه في الكونجيلاتور. واحد الطريقه شابه تستعمليه في الحريره، في ديري ثاني المعنوس ديريه في ليصوص، يكون واجد ما يخسر ما والو، تحس بيه درتيه وجدتيه يعني. وهذيك السيمانه تستعمليه لمده اسبوع غادي يكمل، ما غاديش يقعد بزاف. هذه هي البنات، نتمنى تجربوا هذه التدبيره في رمضان ان شاء الله. نروحوا للطبق الرئيسي. الطبق الرئيسي كان الزيتون. اليوم غادي نشارك معكم طريقه جديده للزيتون. قالت لي اختي علاش ما ديريش الزيتون بهذه الطريقه، قلت لها يلاه نديرها ما خليهاش كاع في خاطرك. الوغ انا الزيتون نديره يعني نرابي البصل وكل شيء ولا نقطع قطع صغيره ونقليه وكل شيء، ولكن هاد الطريقه بغيت نجربها ونشوف جات روعه يا البنات. ما فيش جا صافي وبنين بزاف. كما راكم تشوفوا قليت درت شويه زيت ودرت هذاك الدجاج خليت له الجلد تاعه يا البنات باش نعاود نحمره في المقله كي طيب. درنا شويه زروديه والبصل قطعيهم على 4 ولا على 2، ما ترحيه ما تفوتيه في الاشوار كما راكم تشوفوا. ودرت كلشي في خطرات، شويه سكينجبير، شويه زعفران، شويه فلفل اسود والملح، وقليتهم درت كلشي في خطره. وغادي نضيفوا هذاك الزيتون
ما تكتريش الملح لانه الزيتون دي فوا يقعد مر ويقعد مالح، دي فوا يقعد مالح مهما تغلي ولا ديري له الفرينه ولا ديري له الليم يقعد شويه مالح. الوغ كيما راكم تشوفوا المرميطات تاعي غير صغيره ولكن طاب بواحد الطريقه شابه بزاف. غادي كيطيب ندير له كي يتقلى مليح مليح كما راكم تشوفوا. ندير له الماء سخون، نغطي كاع نعمر كاع المرميطات تاعي هذه الصغيره، وكي طيب غادي نصفيه يا البنات. ما غاديش نشارك معكم كيفاش صفيته، غادي تتعذبي شويه تقلعي اللحم على جهه وتصفيه في الكسكاس تاعك، تقلعي هذيك البصل يعني البصل وما ترميهاش يعني تاكليها ماشي، ولكن ما جاياش تحطيها ثاني للضياف كيما هكا تجي واحد البنه يا البنات رائعه. علاش درتها في هذه المرميطه صغيره؟ باش يطيب لي بالخف، حاجه سهله ماهله وتجي بنينه بزاف. انا نبغي الطياب يا البنات سيرتو كي نبغي نطيب هكا كونتيتي كبيره. نبغي الطياب، نبغي الكوزينه ونبغي نبغي الطياب ونبغي نجرب. نبغي نطيب الكونتيتي كبيره هكا وكل واحد وش يبغي وش يبغيش. الوغ البنات كما راكم تشوفوا الحله تاعي راها واجده، غير في التصوير راها تبان لكم شويه كحله ولا شويه حمراء، ولكن هي جات واحد المنظر واحد البنه، صراحه البنه رائعه جدا. الوغ كما راكم تشوفوا صفيت هذاك القزبر شللته غير بشويه محامي، وثاني قلعت الدجاج. عاود غادي نطحن كل شيء في خطره، غادي نطحنوا كل شيء في خطره ونديروا نوجدوا الدرسه تاعنا كما راكم تشوفوا هنايا. الحريره ما غادي نزيد لها لا تشيشه لا فرينه لا والو، يعني غير الخضره هذيك لا سوب تجي شابه صحيه وبنينه بزاف، فيها شويه زعتر يقلع لنا هذا البرد اللي راه فينا. الله يشافينا ويشافيكم ويعافينا ويعافي كل مريض. الوغ كما راكم تشوفوا الدرسه تاعنا درنا فيها 3 فصوص تاع الثوم، هذاك القزبر اللي وجدته معكم في لا فيديو. غادي نديروا كاس تاع ما، هنا درت غير نص كاس بصح دوك نزيد النص. غادي نديروا قطعه تاع الفرماج يعني 3 حبات ولا نص علبه تاع شيزي وكاع التوابل اللي درناهم في الحريره غادي نعاودوا نضيفوهم. ولا خاصها شويه ملح اكيد ضيفي شويه الملح باش ما تجيش صامته. الوغ البنات كيما راكم، ولا جاتك مالحه الا كثرتي الملح ارمي فيها حبه بطاطا صغيره تكون خضراء، نقيها شليها ورميها تمتصلك هذاك الملح كاع. هاني عطيتكم استيس واحد اخرى اليوم. الوغ كيما راكم تشوفوا هنايا غادي نضيفوا ماجيكو، ولا تبغي تستغني عليه انا ضفت ماجيكو. جات البنه رائعه جدا، اللون تاعها غادي يتغير كيما قلت لكم. الوغ البنات هاد الدرسه اعتمدوها ثاني في رمضان، جربوها مره على مره بدلوا يعني كي تشوفوا. نتمنى هاد لا فيديو يوصل يعني عدد شباب بزاف يعجبكم، وتخلوا لي كومونتير شباب. ما كاش كاع تفاعل في اليوتيوب مانيش عارفه كاع عليه انا على بالي بلي راني نطول خطره نغيب خطره نبان خطره نغيب خطره نبان، ولكن الظروف يا البنات الله غالب. ولكن ان شاء الله باذن الله ربي يقدرنا ونعاودوا نرجعوا لليوتيوب. الوغ كيما راكم تشوفوا هنايا هذه هي الحله تاعي راها واجده، غادي نخليها على جهه ثقيله شابه بنينه وشهيتكم في الجنه وحقكم في الجنه ان شاء الله. غادي نوجدوا البوراك، دائما الحريره يرافقها البوراك ساهل ماهل خفيف ظريف كيما نقولوا، حاجه شابه بزاف. راني بسرعت لكم لا فيديو باش ما تعيوش ما تكرهوش وما تملوش ثاني من ما تملوش والوقت ما يروح لكمش بزاف. كما راكم تشوفوا هنايا ريحه البصل وشويه تاع الثوم، هذاك الثوم يعطي بنه رائعه في الماكله. الوغ رحينا هذاك البصل وخليناه يتقلى عفوا يتحمر مليح يدير هذاك اللون الذهبي، وغادي نروحوا الدجاج ديال البنات. انا البوراك نبغوه بالكفته تاع الدجاج تجي ثاني بنينه، خير ملي تروحي تشريها صنعيها وحدك في الدار. هذيك تاع برا ما حسيتيش كاع شافيها وش ما فيهاش تاع شعل من يوم، ولا تشري صدر تاع الدجاج وتطحنيه يعني في نهاره وتوجدي تاكلي حاجه صحيه. الوغ البنات هذه هي كما راكم تشوفوا هنايا غادي نخلي البصل تاعي يتقلى مليح 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 ونوجد معكم. هذا غير نص صدر تاع الدجاج ودار لي واحد الكميه تبارك الله ما شاء الله. هنا البصل فوتت شويه الطياب تاعها، فوت لها شويه الطياب تاعها، ولكن ما نحرقتليش صراحه. البنه جات شابه بزاف. وكنت شاركت معكم في واحد لا فيديو تاني البوراك ندير له صوص فرomاج تاني يجي سائل يجي شباب، يعني كي تقسمي الحبه هكا تجي بنينه. اليوم ما درتهاش، اليوم درت حاجه
خفيفه ظريفه وبنينه بزاف. الوغ كيما راكم تشوفوا اليوم مائده رمضانيه بامتياز. درنا لها شويه سكين جبير، شويه فلفل اسود، شويه ملح طبعا، ونقلوه مليح مليح. البوريك يعني اي حاجه تضيفيها له غادي يجي بنين. كي تكون تاني لافراد الاسره تبارك الله، تضيف شويه خضره، شويه بطاطا، تغلي البطاطا، كاين اللي يدير الجزر، كاين كل واحد والطريقه تاعها. كاين البوراك العنابي تاني اللي يديروا فيه البيض، تاني يجي شباب، بيض خضر هكا يفكسوه تاني يجي شباب، يجي بنين. الوغ احنا البوراك تاعنا معروف كيما نشوف كيما نقولوا. هنا بغيت نزيد شويه الكميه، درت حبه بيض ودرت الفرماج كيما راكم تشوفوا. الفرماج اي نوع، النوع اللي بغيتيه ديريه. الوغ البنات كيما راكم تشوفوا هنايا جبت الديول تاعي، ما لقيت لا سلطانه للعائله، درت هذا ميم هذا يعني ما تقطع لي ما والو، ما غبنيش الحمد لله. وشاركت معكم الطريقه، يعني شاركت معكم الفيديو بالتفصيل، كل شيء شاركته معكم. نتمنى يعجبكم لا فيديو تاع اليوم. الوغ بما انكم وصلتوا هنايا صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نتمنى البنات ان شاء الله كاع يعجبكم لا فيديو، تخلوا لي كومونتير شباب، تشاركوه مع خواتاتكم حباباتكم، تقول لهم روحوا نوجدوا نوجدوا رمضان ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والهنا والعافيه وطول العمر. وما تنسوش تخلوا لي اشتراك والتفاعل والبارطاج، راني غير نقول لكم، راني غير نوصي فضلا وليس امرا يا البنات. هذه هي البنات مور هذا الفيديو غادي نشارك معكم ان شاء الله باذن الله، الا كتب ربي نشارك معكم فيديو عيد ميلادي يا البنات، ونشارك معكم الهدايا اللي جاتني ان شاء الله يا ربي. نشارك معكم نهار شباب بزاف. الوغ مازال الايام ان شاء الله ربي يكتب لنا طول العمر، ونشارك معكم لي فيديو واحد اخرين شابين مع العائله مع صحاب الدار. صراحه كاين واحد لا فيديو تاع خرجه قبل 2024، قبل ما تدخل علينا 2024 خرجنا حوسنا، مانيش عارفه لا نحطه ولا ما نحطاش. دوك نشوفوا ان شاء الله مع الوقت، ونشوفوا خرجه شابه بزاف 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 هنا في عين تيموشنت. خرجنا حوسنا يعني صراحه ان شاء الله نشاركه معكم. الوغ البنات كما راكم تشوفوا البوراك تاعي راه واجد، انا بغيت نديره هكا السيجار، ما نديرهاش مثلثات، جا شباب بزاف. نروحوا للطبق اللي يعجبني انا بزاف في رمضان يعجبني بزاف في العراس في رمضان هي السلطه. انا كون نستغنى على الحليله والبوراك والزيتون ولا مانيش عارفه، ويحطوا لي السلطه يا اختي. والله لا، السلطه هي اللي زعما صراحه تجي بنينه بزاف، فيها يعني فيها بزاف مكونات وتجي شابه. الوغ الحاجه كي طيبيها عن حب، طيبيها كيما نقولوا سي فرحانه، وطيبيها وانتي زعما كيما نقولوا ناشطه، وتبغي هذيك الحاجه وطيبيها من قلبك، الماكله تجي شابه وبنينه. قولوا لي لا كاينه منها ولا لا؟ بصح كي طيبيها وانتي كون كاع جيتي تعرفي طيبي وانتي منارفيه وانتي تزقي على ولادك، من احسن العون تربيه واعره، انتي تزقي منها ولا الماكله يا تنحرق يا تجي مالحه يا تجي صامته يا ما ياكلوها لك. هذه هي كي طيبي، كي تدخلي الكوزينه راه جاي رمضان ان شاء الله، ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والهنا والعافيه. طيبي عن حب، يعني وجدي فطورك في خاطرك، ماشي اخر دقيقه اخر لحظه، توجديه في خاطرك، وكما قلت لكم توجديه من قلبك هكا، وتفرحي بيه وليداتك وبنياتك وصحاب الدار وعجوزتك وحماتاتك وخياتك والوالده تاعك. هذه هي البنات كما راكم تشوفوا هنايا هذا المول صغير تاع الموسكوتشو جبته، درت فيه ما بغيتش ندير هذاك يعني فنجان ولا حاجه صغيره، ولا بغيت ندير الروز بهذه الطريقه، يعني درتها في هذا المول جا شباب بزاف. هذا المول غير يبان لكم كبير ولكن هو غير صغير. هي كي نديرو فيه الموسكوتشو نديرو فيه زوج حبات ولا حبه بيض، صراحه تجي واحد القطعه غير صغيره وشابه، غير تاع انسان واحد فقط. كي تكوني وحدك عايشه وحدك في الدار ولا تكوني في مانيش عارف. الوغ البنات هذه هي، شوفوا تبارك الله. غير الصحن هنا صراحه ما ساعدنيش، ماشي مسطح، ولكن معليش حاجه اللي عندنا بالقليل، ونديرو حاجه تفرح وتعمر العين وكما نقولوا تشهي. وسمحونا حقكم في الجنه، شهيتكم في الجنه نسلم حمات اللي راهم يزواحموا ان شاء الله حقهم في الجنه، سمحوا لنا صراحه. الو بغيت نشارك معكم هذا الفيديو ونتمنى يعجبكم، وسمحوا لنا هضرنا بزاف تاني، غير بغينا نبدلوا شويه الجو. هذه هي البنات كما راكم تشوفوا هنايا السلطه، درت لها الكرنب، هذاك الاول اللي درت الكرنب، ودرت سلطه بالبصل كما راكم تشوفوا. هنايا وجدت البطاطا غليتها، قطعتها قطع صغيره، غليتها ودرت لها شويه تاع معنوس والمايونيز، ثاني جات بنينه بزاف. وعلى جهه راني نوجد الجزر كما راكم تشوفوا، غليته يعني اخر دقيقه، غندخلها في الفريجر
تبرد صراحة، ما حطيتهاش وهي هاكا حامية، بردت صراحة. الوغ خليتها حتى من بعد حتى الحشية ووجدتها. كيما راكم تشوفوا هنايا غليتها وفيضتها كيما نقولوا حنايا، وقليتها شوية مع النص شوية الثوم، تجي واحد البنة رائعة، تجي كي هي كي البيطراف يا البنات، ديروها بنفس الطريقة تجي بنينه بزاف. هنايا راني نتفنن الصراحه. انا من داك نبغي السلطه، نبغي نتفنن كل خطره. أنا في رمضان كل خطره ندير نوع، كل خطره ندير الشكل، ماشي غير هذا الديكور نعاود نديره غدوه والغدوه. صراحه كي يكونوا كاينين هاد الصوالح تاع هاد المكونات تاع السلطه، صاي اللي هي ما تتوالى، واه سلطه وطوماطيس هي وصاي، ما كاش حاجه. طماطم كيما نقولوا، ما كاش حاجه واحده اخرى، صاي اللي هي ما تتوالى تاع رمضان ما يبقى والو. الوغ هذه هي البنات، ودرت في الوسط ما كاش عندي باش نعمرها، والمايونيز تجي كثيره بزاف تضيع باطل. تعمرتها بهذاك الزيتون كيما راكم تشوفوا، صنعت ورده بالطماطم، جا المنظر صراحه رائع. غادي نديروا لها لا فينيغريت بالليم وشويه زيت والخل وشويه ملح، تجي بنينه بنينه بزاف. الوغ البنات هنا ما قديتش ندخل داخل نصور لكم وكل شيء، ما جاياش. حطينا المائده للضيوف قبل ما نحطوا، صورت لكم هكا لقطه ولا زوج كيفاش جا الشكل النهائي للاطباق تاع اليوم. كانت الوالده تاني شاركت كانت الوالده تاني وجدت عفوا معقوده تاع البطاطا، حاجه سهله مهله بنينه بزاف. هي المعقوده تاع الوالده تجي شابه الله يعطيها الصحه. الوغ كيما راكم تشوفوا هنا طبق الزيتون بعد ما صفيته وحمرت هذوك الفخاد تاع الدجاج بنين. الحريره تاني جات روعه يا البنات، واحد البنه واحد الريحه كيما قلت لكم، ريحه رمضان راها في الدار. حطينا الضياف نار، حبنا بيهم، حطينا لهم، تعشينا حنا تاني مع يسرا والعائله، والحمد لله بالصحه والهنا والعافيه وطول العمر ان شاء الله. وانتظروني في فيديو اخر ان شاء الله عن قريب. ما تنسوش كومونتير شباب، صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تهلوا في رواحكم، والسلام عليكم.